صباح الخير. ناس كتير بس كلمتني على موضوع الشغل، ويعني اللي بيدور على شغل وكده ربنا يعين الجميع يا رب ان شاء الله. فانا عشان كنت بتكلم مع حد قريب في القصه دي وقلت له على شويه حاجات كده، فقلت من الامانه بس برضو ايه اطلع اقولها، مع ان هي ملهاش علاقه باللي احنا الى حد ما يعني باللي احنا بنقوله في موضوع الحوكمه والكلام ده. بس سريعا، بص، لما تيجي بس تظبط او تظبطي سي في، من ضمن الحاجات اللطيفة، لأن لما دلوقتي كل اللي بيقدم على شغل بيقدم من على اللي هي الأونلاين بلاتفورمز، يعني من خلال مثلا حاجات زي لينكد إن وغيرها. وطبعا في حاجات مصرية كتير وفي حاجات في الجلف كتير. ففي النهاية البلاتفورمز دي مش انت بتسبميت السي في وفي واحدة هناك بتطبعه، ومدام عفاف بتطبعه وتقعد تقراه، مفيش الكلام ده خالص. هم عندهم مدام عفاف اي somehow، او حاجه اسمها او سي ار ده بيقرا السيفيهات وبيديتكت او بيديتكت كلمات معينه بيكون بيدور عليها الامبلوير، الراجل اللي هو عايز يشغل. فانت ممكن تكون عامل السي في و30 ورقه واصلا ما طلعش شورت ليستد اصلا، ما عداش. طب عشان ايه تظبط الحته دي ازاي او تظبطيها ازاي؟ وفي ناس سبيشالي اللي هي مش ما عدتش مثلا مالتي ناشونال، يعني ربنا لم يقدر لها تشتغل في شركات معينه، ففي ناس معينه بيتعمل لها هانتنج جاست بس ان اسم الشركه الفلانيه موجوده في السي في، وده مش متاح لينا كلنا يعني. في النهايه انت لو عايز تبني السي في او السي في بتاعك وانت بتدور على شغل اوريدي موجود، يعني ادخل على الفيكنسيز المفتوحه، شوف انت عايز تدور على تايتل ايه، وات ايفر يعني في اي مجال. وادخل على مثلا ليتس سي لينكد ان، او ادخل على حاجات زي وظف او غيره، وسيرش على الفيكنسيز المفتوحه لشركات كبيره مالتي ناشونال عايزين نفس البوزيشن ده، سواء بوست قديم او جديد. وخد الجوب ديسكريبشن، او خد الجوب ديسكريبشن اللي هو الموجود. يعني هما بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على واحد فاهم في 1 2 3 4 5 6 10، واحد عنده سكيلز عامله ازاي 1 2 3 4، واحد محتاج يبص على ايه ولا يفهم في ايه او يشتغل في ايه. خد بقى الكلام ده كله. اول حاجه يعني انت بقى فلتر منه كده، طلع قول والله البتاعه دي واقعه مني ودي مش واقعه مني، انا ما اعرفش البتاعه دي اصلا. انا شغال فاينانس طول عمري، شغال في الهندسه في الدكتوره بقالي 10 سنين. لم يحالفني الحظ ان انا اشتغل في شركه مالتي ناشونال كانوا بيطبقوا منهجات معينه، وكل يوم في مصطلحات جديده. لسه واحد صديق كده كنا بنتكلم في موضوع الفاينانس، قال لك لا ده بقى عايز حاجه، بس كان انترفيو بره مصر يعني، اسمها فاينانس بزنس بارتنر، شبه بتاع اتش ار كده. فهو عايز سي اف او بس يكون كاتب، لو عملته بس فاينانس بزنس بارتنر مثلا هتلاقوا فيها شويه حاجات كده. لك يعني ايه الراجل بتاع فاينانس يكون بزنس بارتنر، ما يكونش موظف. ف ف فبس فاحنا بناخد من الحاجات دي. انا لقيت الاكسبريشن ده، اروح سيرش عليه، لقيت فيه معالجات محاسبيه معينه، لقيت فيه حاجات هندسيه، حاجات دكتوره، حاجات وات ايفر طبيعه لكل صناعه. من اللي انا بشوفه الفيكنسيز المفتوحه اللي هو المطلوبه من الشغل، بقوم انا مخلي الحاجات دي على جنب كده، اقعد اذاكرها بقى، يعني ايه اركز فيها قوي وافهم البتاعه دي بتتعمل ايه ازاي وبنشتغلها ازاي، واحاول ابراكتسها يعني واعملها براكتسنج يعني عندي عشان اكون فاهم لو رحت انترفيو. من ناحيه ثانيه وانا واخدها وقلبها على السي في موجوده عندي. ليه بقى اللقطه دي؟ عشان لما تيجي تابلود اي سي في عندك على اي بلاتفورم ليه علاقه بالهايرنج والريكروتمنت والكلام ده، هو لما بتابلود سواء انت بتكتب اللي هو التكست، في بعض يقول لك لا املى الابلكيشن، وفي حاجات ثانيه انت بتابلود السي في، سواء دي ولا دي بيحصل فلتريشن كده، بيحصل اناليسز معينه. لو انت كاتبها بيحصل لها اناليسز اللي انت كاتبها اوريدي بطبيعه الحال، الشهادات اللي انت واخدها والكلام ده. لو انت بتطلعه بي دي اف، هو بيتعمل له او سي ار زي جوجل لينس مثلا كده، يقوم منزله، وهو البلاتفورم مدخله انبوت معين ان هو بيديتكت الناس اللي بتفهم في 1 2 3 4، فبيدور في السيفيات كلها على الكلمات الكي ووردز اللي هي موجوده، اللي احنا ما نعرفهاش. نعرفها منين؟ زي ما قلنا عشان بنجيب السي في من الاصل بقى، بنروح نجيبه من هناك من الناس اللي هي بتدخل اصلا المواصفات اللي هم عايزينها عشان يهايروا اي موظف، فتقلبها عندك. فبالتالي لما بتابلود السي في ولا بتكتب الحاجات دي، بتاخد كوبي بيست لما تعمل ابلكيشن اي اونلاين ابلكيشن، فبالتالي بتبقى الايه الكي ووردز دي بتبقى موجوده في السي في، فالدنيا تتظبط. ومن ناحيه ثانيه بافتراض ان جت يعني حد معرفه ولا حاجه ورحت، لو انت مش دريان بالحاجات اللي هي ناقصه معاك او ناقصه معاكي، هتروح في الانترفيو ايه هتلبس في الحيط. فمش هتبقى يعني ايه مش عارف ايه اللي بيتقال، او في حاجات كتير ممكن تفوت منك لان انت مش عارف هو اخر تطورات المهنه دي يعني كانت عامله ازاي. ومن ناحيه تانية بس، وده مهم جدا، النتورك والكونكشنز مهمه جدا.
زي ما اتكلمنا قبل كده، ما تشتغلش لو مش فاكر اتكلمتها، اللي هي موضوع ما تقعدش في حيز موظف. شوف دلوقتي اللي يقول لك ايه، عايز السي اف او بيزنس بارتنر، ما تروحلوش موظف محاسب، ما تروحلوش كده. روح له قول له والله انا كنت قاعد مع فلان الفلاني وفلان الفلاني لما باع الشركه واشترى الشركه والايفنت الفلاني ولما عمل مشاريع هنا، وتفر انت مهندس ولا دكتور ولا رايح تشتغل على ايه. في النهايه هو البيزنس مان دلوقتي مش عايز بيزنس، مش عايز موظف حيزه الذهني موظف يجي يشتغل معاه موظف مرتب اخر الشهر. هو مش عايز ده في التايتلز اللي فوق، وعايز ده ممكن في الناس اللي تحت مفيش مشكله، بس التايتلز اللي فوق سي ليفل توب مانجمنت بيبقى عايز واحد عقليه بيزنس اونر، واحد عنده علاقات في الماركت، واحد فاهم الماركت داينامكس ماشيه ازاي. ده اللي هو عايزه في سي ليفل. وات ايفر السي في ليفل ده ماسك ايه، يعني في رئيس قطاع اي حاجه او في المانجيريال ليفل. واعتقد احنا اتكلمنا بالحته دي بالتفصيل لما كنا بنتكلم على موضوع الحيز الذهني بتاع الموظف ده، ومين اللي بيترقى ومين اللي ما يترقاش. مش ماشيه بالحب، مش ماشيه بالواسطه. ممكن يكون واحد شاطر جدا جدا تكنيكالي ولكن لم ولن يترقى، وراجل بيزنس اونر عنده حق ومش هيقعد يبرر ده. طب ليه ما ترقاش مع ان هو تكنيكالي فاهم؟ لان هو مش مدير، لان هو مش ما عندوش هذه السكيلز. هو حيثه الذهني بس ان هو ايه الشاطر في الحته الكول سنتر والتليفون اللي هو ماسكه، لكن ما يعرفش الماركت ماشي ازاي، ما يعرفش الداينامكس بتاعته ماشيه ازاي، ما عندوش علاقات، ما بيحضرش ايفنتس، ملوش، ما يعرفش اي حاجه غير الوظيفه والمكتب اللي هو ايه اللي هو عايش فيه. فده سريعا كده، لان هو تاني برضو تاكيدا يعني اب تو من 4-5 سنين اعتقد قبل كوفيد، وقابلت شاب مصري لطيف كده كان عامل اي اي سولوشن. السولوشن ده اي اي اللي هي ارتفيشال انتليجنس، ذكاء صناعي يعني. السولوشن ده هو بيفلتر، هو زي ريكروتمنت كده. فهو بيركب ده، بيشتري حاجه اسمها، بيعمل حاجه اسمها داتا كونتراكت مع لينكد ان. فلينكد ان بيعمل معاها زي عقد، العقد ده بيخلي فيه بيديله اكسس على الداتا بيز بتاعه لينكد ان. فانا النهارده واحد عايز اعين حد بالمواصفات الفلانيه، فمديله هذه المواصفات. يبقى الروبوت اللي هو جوه الاي اي سولوشن ده بيدخل بيأكسس بالداتا كونتراكت ده اللي عامله مع لينكد ان، بيأكسس الداتا بيز بتاعت لينكد ان، يفلتر يجيب كل الناس اللي هو فيهم عندهم هذه الكيوردز، اللي هم شغالين في الشغلانات الفلانيه، اللي الباك جراوند بتاعتهم مش عارف ايه، اللي شهاداتهم ايه. يجي يسحب هذه الداتا، وبعد كده الروبوت برضو بيبعت له انبوكس، كانه اكونت يعني، بيبعت له انبوكس على الاكونت بتاعه على لينكد ان، يساله شويه اسئله، الراجل يجاوب زي تشات بوت بقى، حته كده تشات بوت. الراجل يجاوب، يتعملها او سي ار برضه، وتتقري وتكست اناليسز ومش عارف ايه، ويتعمل شورت ليست، يطلع له مره واحده كده شورت ليست بال10 دول، وروبوتي كمان يبعتهم بالايميل للشركه، يقول له الخمسه دول، الخمس بروفايلات دول بالسيفيهات دي، دول انسب ناس. الراجل الواد ما بيشتغلش، يعني هو ريكروتر ما بيشتغلش اصلا. ايه اللي حصل؟ الروبوت عمل كل حاجه، يعني كلم الراجل وجابه واتفق معاه وظبط كل حاجه، والراجل ما بيشتغلش. ده في مصر، هذا مش بنقول بره يعني. ده ديتا كونتراكت. واحد تاني قابلته في تكني سومت، وشاب في تانية هندسه على ما اتذكر يعني، وعامل اي اي سولوشن ده برضه ريكروتمنت يعني. فهو بيبقى زي زوم كده، كل دلوقتي انترفيوهات بقت زوم، فبيدخل زي زوم كده. فانت لما تيجي برضه هو بيدخله داتا معينه، بيقول انا عايز واحد مواصفات الفلانيه تكنيكالي بيرسونالي ومش عارف ايه. فالراجل فهو انا بدخل مثلا الانترفيو ده، فبلاقي في حد واحده كده قدامي، الحد دي ريبوت اصلا، مش بني ادم. هي بتقعد تسالني اسئله وانا بتكلم. الكلام اللي انا بعمله ده في 3 حاجات بتحصل. اللي انا بقوله ده في حاجه اسمها تكست اناليسيس، اللي احنا بنقوله زي فيسبوك كده، انت عايز تشتري جزمه بتلاقي الاعلان. ايه اللي بيحصل؟ اللي انا بقوله ده فعلا حصل دلوقتي باي ذا واي، وانا بقول عايز اشتري جزمه، لان هو ده مش فاهم برضو ليه مش فاهم الحته دي اللي انا بحور دلوقتي. هو عمل حاجه اسمها تكست اناليسيس، قلب اللي انا فويس ريكوجنيشن، قلب اللي انا قلته لتكست، وبعد كده عمل تكست اناليسيز وقال ان احمد بقى الحلواني عايز جزمه، وهو عارف احمد الحلواني بيحب جزمه ايه ولونها ايه وشكلها ايه وسعرها ايه، وعارف ان مراتي اللي بتشتري الجزمه، فظهر لها الاعلان في البرشيزنج بوينت في الوقت اللي هي بتشتري فيه. نفس الموضوع، هو عمل فويس ريكوجنيشن، اللي انا قلته ده اللي هي الروبوت ده اللي في البلاتفورم ده، عمل له فويس ريكوجنيشن وعمل تكست اناليسيز، ابتدى يحلل انا بتكلم صح ولا غلط. والكاميرا بتحلل بادي لانجوج بتاعتي، بتعمل فيس ريكوجنيشن وبتحلل وانا بحور ما بحورش، بكذب ما بكذبش، بالايه، بتعمل فيس ديتكشن لكل حركات وشي.
والمايك بيعمل برضو some sort of voice recognition solutions تانية عشان تشوف اللي بيتكلم ده اجريسيف، اللي عنده شخصيته ضعيفه مش عارف ايه، ويطلع فول تكنيكال اند بيرسونال ريبورت على الراجل ده عشان يبعته مثلا للاتش ار بتاع الشركه اللي هي طالبه الانترفيو. ف to that extent احنا يعني الموضوع بقى مش سهل يعني، فلازم نكون مركزين بس في الحاجات دي شويه ونظبط سيفيهاتنا، وبرضه نشتغل على نفسنا تكنيكالي والكلام ده عشان الموضوع ده بيفرق. كونكشنز مهمه جدا عشان نعرف الناس ونروح نهبط كلمتين واحنا على الترابيزه نعرف فلان وفلان فلاني، ولما خد القرار فلاني كان غلط ودي احسن حاجه تتعمل ايه بره المكتب. بره المكتب نكون بره، ده هيجي منين؟ من الايفنتس والحاجات اللي احنا مفترض نحضرها والندوات والكلام الحلو ده بدل ما احنا قاعدين في المكتب نخلص شغل ننزل نقعد على القهوه نشيش نروح نصحى نروح الشغل يعني. صباح الفل.